أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية عدم وصول قانون العشوائيات إلى مجلس النواب مرة ثانية من قبل الحكومة بعد إعادته إليها نتيجة اعتراض اللجنة على بنوده في القراءة الأولى. وقالت عضو اللجنة مهدي اللامي أن الخدمات المقدمة إلى مناطق العشوائيات تقدمت من الجانب الإنساني فقط على اعتبارها مساكن أقيمت دون تصريح من الدولة العراقية، مبينة أن هذا الأمر لا يتيح شمولها بالخدمة من قبل الجهات المختصة. أوضاع مأساوية يعيشها سكان العشوائيات التي تمت إزالتها في كربلاء المقدسة. تبريرات الحكومة المحلية واستغاثة الأهالي في هذه المناطق وثقها مراسلنا بالمحافظة معتز العبودي في هذا التقرير. هنا في محافظة كربلاء المقدسة تبدو الأوضاع صعبة ومأساوية، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 200 عائلة أصبحوا بلا مأوى منذ أكثر من شهر. هذه العائلات كانت تسكن في بيوت عشوائية تم إزالتها مؤخرا بقرار من قبل الحكومة المحلية من أجل إنجاز مشاريع خدمية جديدة. ستروا علينا قاعدين بذن الطراد، وين نروح؟ ما عندنا لا جار غالي وحاطين اغراضاتنا مدثرين بالشمس، ماكو عندنا حتى أكل، ما عندنا حتى ملابسنا طمان. أنا أمكم الله يشهد، هاي دشداشة من الزبالة، كل شيء ما عندي، ما عندي كل شيء. هاي أغسلها والبسها، وهاي العباية حتى الطحينة ما خلونا نطلعها الحكومة. ليش؟ يعني قاطعنا الجوع، ليش؟ يعني شنو السبب؟ احنا مو عراقيين، مو أولادكم. لا بلغونا، لا قولنا زالة، لا هذه مفاجأة جو فلشونا. أنا عندي 13 نفر، 13 نفر بغينا بس 3 نفرات. ما تقول أريد بيت، منين أجيب لها بيت؟ أجر 700 منين أجيب؟ لو عندي 700 ما بقيت. ما يقارب 235 عائلة خارج النطاق. 29 خارج النطاق، يعني هاي قاعدتهم، هذا قاعدتهم. وعندي 13,000 عائلة، 13,000 عائلة مهددة، مو عدد هين، 13,000 عائلة مهددة بالتفليش من عدد الناس اللي فلشوهم. أنا اليوم هو طلب من عندي، قال عندي مشاريع. وين المشاريع؟ هذا مشاريع. مجلس محافظة كربلاء المقدسة أوضح أن إزالة بعض الأحياء العشوائية في المحافظة جاءت بسبب تعارضها مع استكمال المشاريع الخدمية التي تشهدها الأحياء السكنية، مشيرا إلى تقديم حلول للسكان من خلال تقديم المساعدات المالية وإسكان بعضهم في مشروع ال1000 دار. الحملة اللي مقامة ما تستهدف العشوائيات بقدر ما تستهدف بعض المشاريع اللي تعاق بواسطة مجموعة من التجاوزات، شوارع، مراكز صحية، مدارس، وبنفس الوقت أنه أكو إجراءات تتكامل مع إزالة التجاوزات بإيجاد حلول للمتجاوزين من خلال إقامة جرد يشرف عليه شؤون المواطنين بالمحافظة. وفي ظل هذه الظروف القاسية يبقى الأمل موجودا لدى هذه العوائل بإيجاد حل حكومي سريع ودائم لهذه المشكلة. من كربلاء المقدسة معتز العبودي، الرابعة.